في عندي حرفين جر في عندي حرفين جر في الألماني. أنا بستخدمهم إيه؟ بستخدمهم مع الوقت. خلاص. في حروف تانية بس أنا اللي يهمني ده دلوقتي. خلاص، أنا اللي يهمني ده دلوقتي. تمام كده. عندي وعندي خلاص كده، عندي وعندي طيب امتى بستخدم وامتى بستخدم تخيل ان انا جيت قلت لك دلوقتي فان كومست دو او قلت لك فان كومنزي، انت هتيجي امتى او حضرتك هتيجي امتى؟ خلاص. طيب قال لك بص، احنا دي بستخدمها لما انت بتتكلم على وقت مش محدد بالظبط، يعني انت بتتكلم لي في وقت مش بالظبط. مثلا انا جيت قلت لك، او لما انت قلت لي فان كومس تو او فان كومن زي، جيت انا قلت لك ايه؟ زامستاج. خلاص، زامستاج، انا هاجي يوم السبت. فانا هنا ما حددتلكش وقت بالظبط، قلت لك بص انا هاجي لك يوم السبت في تمام الساعه 9 مثلا. خلاص، انا قلت لك هنا وقت مفتوح. اجي لك يوم السبت مهما اجي لك بقى. خلاص. طيب امتى بستخدم لنفس السؤال جيت قلت لك والله انا هاجي لك ام 9 اور 8 اور. يبقى انا هنا استخدمت حرف الجر التاني اللي هو امتى؟ عشان اقول لك انا هاجي لك الساعة 8 بالظبط، هاجي لك الساعة 9 بالظبط. يبقى دلوقتي حرفين الجر اللي عندي الفرق بينهم ايه بقى؟ ان انا دي بستخدمها في وقت مفتوح. انا هاجي لك يوم السبت امتى؟ وقت ما يجي لك بقى. ولكن انا هنا لا، انا هنا بص بص يا عم، انا هاجي لك يوم السبت 9 اور، يعني هاجي لك يوم السبت الساعة 9 بالظبط. خلاص، نفرق بينهم بس عشان الجزئية دي مهمة. طيب انا دلوقتي عايز اخد ايام الاسبوع. انا مثلا دلوقتي بقول لك فان كومس تو. وممكن اقول لك فان كومن زي. انت هتيجي امتى او حضرتك هتيجي امتى؟ فيوم السبت زامستاج، انا هيجي لك يوم السبت زامستاج. الحد زونتاج زونتاج. الاثنين مونتاج مونتاج. طب التلات دينستاج. طب يوم الاربع ميتفوخ ميتفوخ. طب الخميس دوناستاج. طب الجمعة فرايتاج. خلاص، يبقى دي ايام الاسبوع اللي عندي. ليه حطينا قبلها خلاص، لان انا لو قلت لك انا جاي لك في اي وقت من الاوقات دي، انا هنا كده ما حددتش بالظبط ايه انا جاي لك امتى. طب الحاجة التانية برضو اللي انا عايزك تعرفها اللي هي الاوقات المختلفة في اليوم. خلاص، الاوقات المختلفة في اليوم. خلاص كده، ايه الاوقات المختلفه في اليوم؟ ان انا اجي اقول لك مثلا الصبح، المغرب، قصدي الظهر، في الليل. في عندي مورجن الصبح. عندي ميتاج ميتاج الظهر. ابند في المساء، في الليل. اللي هو المساء ده اللي هو بعد، يعني اللي بعد المغرب كده واحنا طالعين. خلاص. طب قبل الظهر اللي هو فورميتاج. طيب بعد الظهر او في منتصف النهار كده ناخميتاج. وفي الليل اللي هو اخر الليل بقى انديا نخت. خلاص كده، يبقى هنا برضو نفس الكلام. هنا انا لما جيت استخدمت عشان انا هنا ايه، مفيش وقت محدد بالنسبه لي، انا هنا بتكلم بشكل عام. طب الحاجه التانيه برضو اللي انا عايز اتكلم فيها بقى، او الجزئيه التانيه اللي هي ايه؟ ان انا اقول لك الوقت بالظبط. اللي انا ايه اقول لك الوقت ايه بالظبط. هنا بقول لك فان كومس تو انت هتيجي امتى؟ فانت عايز تقول لي بص انا هجي لك الساعه 8 بالظبط. فكلمه 8 بالظبط دي اسمها 8 اور. ايش كمان 8 اور؟ انا جاي لك الساعه ايه 8 بالظبط. طب انت هتيجي لي الساعه 9 9 اور. 9 اور. طيب اخر حاجه بقى انا عايز اقولها لك. لو انا عايز احط وقتين مع بعض، يعني مثلا انا جيت قلت لك هنا فان جيست تو وده جينز انسكينو. انت رايح للسينما امتى؟ امتى هتروح للسينما؟ فانت دلوقتي عايز تقول لي في تمام الساعه 9 بالظبط، هتقول لي ايه؟
9 Uhr. Ich gehe 9 Uhr. خلاص. طيب لو انت عايز تقول لي يوم السبت، لو انت عايز تقول لي يوم السبت هتقول لي am Samstag. am Samstag. طب في حاجة تانية، ممكن انا احط وقتين مع بعض، ممكن احط وقتين مع بعض. اه ممكن اقول am Samstagabend. am Samstagabend اللي هو يوم السبت في الليل. طب تمام، لو انا عايز اقول بقى وقت مفتوح مع وقت بالظبط، يعني هقول لك مثلا am Samstagmorgen. am Samstagmorgen يوم السبت صباحا الساعة 9. الساعة 9 يبقى هقول لك am Samstag morgen 9 Uhr. يبقى أنا هنا حطيت وقتين مع بعض، ولكن الوقت اللي هو بالظبط حطيت قبله والوقت اللي هو المفتوح عندي اللي هو مش محدد بالظبط حطيت قبل منه إيه؟ حطيت قبل منه